السلام عليكم حبايب متابعين قناة مكنة ومقص. هي كانت اكس لارج للخياطة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل مع بعضنا إعادة تدوير قميص رجالي قديم. الفستان بنوتة حلو خالص وبسيط، اي مبتدئة تقدر تعمله. يلا كده بينا يا ست الكل نشوف هنعمل الفستان بتاعنا ازاي. اول حاجة هناخد كده الفستان من فوق القميص من فوق، وهبتدي ان احنا نقص القميص زي ما حضراتكم شايفين تحت الكم بالظبط، او انك انت لو عايزة اطول شوية ممكن تاخدي فوق الكم بشوية، يعني كده حوالي في نص الكم بتاعك كده. ده النص التحتاني بتاع القميص ده اللي احنا هنستخدمه في عمل الفستان بتاعنا. هطبق بالشكل ده على 2. طبعا هو القميص كده القماش مطبوق على 4، وهبتدي ان انا اقص فتحة الرقبة، وهنا هقص قصة الجيرو اللي هي قصة الكم. طبعا القميص واخد وسع معايا زيادة، فهبتدي ان انا هقص، هاخد كل الوسع الزايد ديتي او اللي في الجنب وهاخده كده على ما فيش تحت خالص. هنا هاخد قصة الكتف من فوق، هاخدها كده بحدة بزاوية كده ايه لتحت. الفستان ده هيلبس بنوتي عمر 8 شهور. هنا هاخد الامام بتاع القميص زي ما حضراتكم شايفين، هوسع فتحة الرقبة، هاخدها كده اهو بنفس المقاس في العرض، بس هزود في الطول بتاع فتحة الرقبة اهو زي ما حضراتكم شايفين. وهزود بردك في قصة الجيرو، قصة اللهم صل على سيدنا محمد، قصة الكم هاخدها كده للداخل شوية، وهنخيط الجوانب كده من فوق اللي هو الكتاف هنخيطها من فوق، وهنتني فتحة الرقبة، وهنتني الكمام من فوق اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. هاجي هنا دلوقتي هاخد اللي هو الصفرة بتاعة القميص من ورا، هقص كده من ورا اللي هي زيادة في القميص دي كده، انا هاخدها هعملها هكشكشها واحطها فوق الكمام، فوق الكتاف. صراحة سهل خالص وبسيط، وهينال رضاكم وهينال إعجابكم. أتمنى بس تدوسوا كده لايك للفيديو عشان الفيديو ترفع والكل يستفاد إن شاء الله بإذن الله. وإذا كنت أول مرة تشوفي قناتي على اليوتيوب أتمنى إنك تكوني ضمن أسرتي على اليوتيوب. كده هنقسمها على 2 على الشريطين زي ما حضراتكم شايفين، وهبتدي إن أنا أتنيها كده من الجنبين، كل شريط هتنيه من الجنبين بالطريقة دي، هقفله كده من الجنبين وأكشكشه في النص أهو بالطريقة دي. كده تنيت فتحة الرقبة والكمام زي ما حضراتكم شايفين، وخيطت الكتاف طبعا الأول، وده الشريطين اللي احنا قصيناهم من تحت الصفر. كشكشناهم تنيناهم الأول من على الجنبين وكشكشناهم، وابتدي إن أنا أبدأ أركبهم فوق الكتف من فوق بالطريقة دي. كده خيطهم اهو زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي دلوقتي ان انا اقفل الجوانب بتاعة الفستان. كده قفلنا الجانب بتاع الفستان، هنقيسه طبعا دلوقتي الصدر اللي هو النص بتاع الفستان من فوق، ناخد طول النص بتاع الفستان من فوق، هاخده زي ما حضراتكم شايفين 19 سنتي، طول النص الفوقاني 19 سنتي. هجيب حتى قطعة استك طولها 12 سنتي، وهبتدي ان انا اخيط بالشكل ده واشد الاستك معايا واخيط اهو بالطريقة دي اهو كده. خيطته كده في الجانب، وانا بخيط بشد الاستك معايا عشان يديني الكشكشه دي في النص، ويديني الديك اللي هو في النص ده. كده شكل الفستان يعتبر هو كده خلاص خلص وانتهى. هنا طبعا هحط له وردات استراس اي حاجه تزين فيه الفستان تبهجي بس الفستان بتاعك. هنا ده اللهم صل على سيدنا محمد، جبت الكلفه دي خيطها كده في الفستان من تحت، في القمر بتاع الفستان من تحت، وهنا هجيب الوردات دول
هخيطهم بردك في الفستان كده من فوق. وده شكل الفستان النهائي يا بنات، جميل جدا صراحة وشيك وسهل وبسيط. إعادة تدوير من قميص رجالي قديم الفستان طفلة، سهل خالص وبسيط. يا ريت يا ست الكل انتوا هي لو شفتوا الفيديو وعجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.